ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا النهاردة ان شاء الله ناوية اعمل طاجن بامية. فالمقادير بتاعتي معايا تكون ايه؟ اول حاجة معايا كيلو بامية غسلاها ومقمعاها، كيلو لحمة، بصلتين، توم، شطة، ملح، وعصير طماطم. هنا دي كل المكونات بتاعه طاجن الباميه. هعمل لكم طاجن باميه تحفه، في احسن عزومه تعمليه فعلا فعلا هتاخدي كل اعجاب الموجودين عندك. عندي واحده امبارح دخلت لي بتقول لي حماتي جياني وعاوز اعمل اكلات وحاجات كده، طبعا تلفت نظرها وتقول لها ان انا ست شطوره. فانا بقول لها خلي بالك معايا، عندي طاجن باميه ما اقولكيش عليه انا عملت لحماتك، هتبوسك من هنا ومن هنا تقول لك تسلم ايدك يا حبيبتي. واقطع البصل بتاعي يعني مش رفيع قوي، بالطريقه اللي انتوا زي ما شايفينها بالظبط كده. انا كده حطيت الطاجن بتاعي على النار وحطيت الماده الدهنيه بتاعتي زي ما انت بتحبي، بس انا صراحه حطيت سمنه لان الباميه انا مش من الناس اللي ممكن اشجع الزيت في الباميه، بس مش معنى ذلك انا مش بشتغل بالزيت، لا بشتغل بالزيت بس مش في كل الاوقات طبعا. لو حابه زبده اوكي مفيش اي مانع طبعا. بكده انا بجهز البصل، باخد حبيتين بصل كبار وكده انا بنتهي من تقطيع البصل وحاطه الماده الدهنيه بتاعتي. فاول هحط ان شاء الله البصل على النار، هرجع لكم اوريكم الخطوه الثانيه ايه بالظبط معايا. وانا كده حطيت الطاجن بتاعي، انا بقول له بسميه يعني برام. حطيت الطاجن بتاعي على النار وحطيت الماده الدهنيه وبدات تسخن زي ما حضراتكم شايفين بالتكتك كده من الجناب، وهحط على طول البصل اللي انا قطعته. وطبعا البرام بياخد وقت كده لحد ما ايه يسخن، فانا هحمر البصله دي مش تحمير كامل، هخليها لونها ذهبي. مجرد ما اللون الذهبي الفاتح يوصل لي على طول هحط الثوم والكزبره. نسيت على فكره ان انا اقول لكم ان انا هحط كزبره مع الشطه والملح والثوم. وانا كده البصله بتاعتي ادت اللون الذهبي، فهحط الثوم. وانا طبعا قلت لكم انا نسيت اقول لكم في كزبره، معلقه كزبره كبيره والملح، وهبدا احمر التومه بتاعتي مع البصل يعني دقيقه بالظبط كده. وهحط عصير الطماطم، اهو شايفين اللون كده، وطبعا ريحه التوم ما شاء الله طالعه جنان. وكده انا مجهزه عصير الطماطم بتاعتي، هحط عصير الطماطم الطاجن زي ما انتم حضراتكم شايفين كده. انا حطيت عصير الطماطم وهبدا انزل اللحمه بتاعتي. هنزل اللحمه في البرام عشان تسبك الطماطم واللحمه، عشان خاطر انا حطاها نيه محتاجه سوا، فلازم تبدا معايا من اول المشوار. يعني مجرد ما بحط عصير الطماطم على طول بنبدا نحط اللحمه وهسيبها تسبك لحد ما ترسى على السمنه بتاعتها. كده انا جهزت الطاجن بتاعي باللحمه بتاعته زي ما حضراتكم شايفين كده، وهسيبها تسبك خالص، وهرجع لكم ان شاء الله بعد ما تسبك الصلصه بتاعتي.
ورجعت لكم تاني يا بنات بعد ما خلاص الصلصه بتاعت السبيكه زي ما حضراتكم شايفين كده، واللحمه تقريبا بتاخد كده السوا بتاعها معاها، بس طبعا بدري اللحمه هتستوي مع الباميه ان شاء الله. بس هي كده بقت خلاص اتسبكت، فهزودها ان شاء الله دلوقتي على طول الميه بتاعتها كده. هزودها الميه انا عشان خاطر الوقت حطيت لها طبعا الميه والكتل سخنه عشان تغلي على طول كده معانا. كده اللحمه هتاخد لها غلوتين مع الصلصه. هحط دلوقتي الباميه. انا كده هحط الباميه بتاعتي في الطاجن، وانا بحب دايما اسويها نص سوا على البوتاجاز من فوق، يعني حاسبها كده زي ما حضراتكم شايفين على البوتاجاز من فوق تستوي نص سوا. ومجرد ما هتلاقيها كده مناسبه بالنسبه لي، او ممكن في ناس تسويها خالص وفي الاخر تحطها تحت الشوايه برضو عادي خالص، مفيش اي مشاكل. بس انا هسويها نص سوا وفي الاخر هحطها في الفرن. فانتوا كده شفتوها معايا خلاص، انا كده خلصت كل تكاتها وخلصت كل الخطوات بتاعتها. فان شاء الله هوريها لكم اول ما تطلع من الفرن، خليكم معنا. ورجعت لكم تاني يا بنات بعد ما انا خلصت طاجن الباميه بتاعي، وزي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله طلع طاجن الباميه روعه. انا بيتهيالي الجيران قربوا يخبطوا عليا ويقولوا ايه الريحه الفظيعه اللي طالعه من عندك دي، هيعزموا نفسهم النهارده عندي. فيا ريت يا بنات يكون المقادير بتاعته سهله جدا ليكم ان شاء الله. وانا تقريبا قاعد في الفرن زي ساعه ونص كده، ممكن ساعتين الا ربع بالظبط. فانا هغرف قدامكم الباميه وشوفوا انا الباميه بتاعتي وانا بغرفها. بس انا مش عايزه وانا كده البنان طالع سخن نار خالص طبعا، ان انا بصور لكم مجرد ما طلع من الفرن، وحبيت ان انا اوريه لكم وانا بغرفه. وايه رايكم يا بنات في الباميه بتاعتي؟ يا رب تعجبكم. معلش انا طبعا الطبق عندي السمنه شويه نزلت شويه، بس برضه حبيت انا اخلي لكم الجو طبيعي جدا قدامكم. وما تنسوش يا بنات تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.